كداب اللي يقول إن الأسرار بتدفن أو بتموت. الأسرار عمرها ما بتموت ولا بتدفن. أسرارنا بتفضل هايمة حوالينا، بتلف وتدور لحد ما تلاقي أكتر شخص هتأثر فيه وتقلب حياته، وتقوم واقفة في طريقه قلع طوب الستر اللي لابساه، وتخليه يشوفها عريانة من غير أي زيف أو كذب، كاملة بكل تفاصيلها، وتفضح نفسها بنفسها، وتعري صاحبها قدام الناس اللي عاش عمره كله خايف يتكشف قدامهم. وأنا حصل معايا كده بالظبط. كنت رايحة على أوضة بنتي أسماء عشان أطمن عليها وأغطيها، أحسن تكون زحت الغطا من عليها زي عادتها. وقفت قدام أوضتها ولسه هفتح الباب، لكني وقفت لما سمعتها بتتكلم في التليفون. نبرة صوتها كانت غريبة وكلها دلع ومياصة، وبتقول كلام أستغفر الله العظيم، واضح كده إنها بتكلم شاب. فتحت الباب بعنف وغضب، غضب الدنيا كلها جوايا ونار قايدة فيا، وجريت عليها مسكتها من شعرها وقلت لها: إيه اللي سمعته ده يا قليلة الأدب يا عديمة الرباية؟ بقى أنت يطلع منك كل ده؟ رفعت عينيها عليا وبصت لي بمنتهى البرود، وعينيها اتحولت لكتلتين جليد وقالت لي: وهو إيه اللي قلته ولا عملته يخليكي تعملي فيا كل ده؟ رديت عليها وأنا بشدها من شعرها أكتر: مش عارفة عملتي إيه؟ الكلام القذر اللي سمعتك بقداني بتقوليه من شوية لواحد في التليفون وضحكك معاه. إيه أسماء؟ هتكدبي وداني اللي سمعتك وكمان هتنكري؟ ردت عليا ببرود أكبر وقالت: وانكر ليه؟ أنا فعلا عملت كده، وبعمل كده من فترة مش من دلوقتي. وبعدين انت مستغربة قوي كده ليه؟ ما انت بتعملي كده، أو كنت بتعملي كده لحد فترة قريبة، بتعملي كده وأنا اتعلمت منك. ولا انت فاكرة انك لما كنت بتقفلي عليكي باب اوضتك بالليل وتاخدي راحتك وتكلمي حبايبك بتوع الليل وآخره محدش كان بيحس بيكي ولا بيسمعك؟ لا يا ماما، ده أنا كنت بفضل واقفة قدام باب اوضتك طول الليل، كنت بسمع واتعلم. ولما حسيت اني اتعلمت أصول اللعبة كلها، ساعتها نزلت الملاعب وبقيت أقلب رزقي زيك. انت صحيح اعتزلتي اللعب، بس أنا مكملة مشوارك. سبت شعرها بشويش ورجعت لورا وأنا مصدومة صدمة عمري. يعني إيه؟ يعني بنتي كانت بتسمع كلامي اللي بقوله للرجالة وكانت بتتصنت عليا عشان تتعلم مني؟ بلعت ريقي بصعوبة وسألتها بصوت مهزوز: حد من إخواتك يعرف؟ ردت عليا وهي بتعدل شعرها وقالت: لا ما تخافيش، ما حدش يعرف، أنا بس اللي عرفت السر وخبيته، عشان السر لو طلع برا اتنين ما يبقى السر، وكمان عشان ما شوهش صورتك قدامهم، أصلهم مش هيفهموا إنك كنت بتعملي كده لمصلحتنا وعشان خاطرنا. رديت عليها وأنا بحاول أتمسك بآخر ذرة كرامة عندي قدامها، وقلت لها: أيوة، بس أنا ما كنتش بعمل زيك ولا بتكلم بنفس أسلوبك ولا نفس كلامك، أنا كان كلامي بحدود وأدب. ردت عليا بضحكة مستفزة وقالت: بس ده التحديث الجديد اللي بياكل مع الرجالة دلوقتي، هو بيجيب فلوس أكتر يا مامي. انتي كنت على قديمه، لكن أنا المودرن، بس النية واحدة حتى لو اختلفت الأساليب. بصت لها وأنا مش عارفة أقول إيه ولا أعمل إيه. كلامها وتصرفاتها وجعني قوي، بس في نفس الوقت مش هي المذنبة ولا الغلطانة، الغلط كله مني أنا، وبدأ من عندي. ودي كانت بداية الخراب، وأول نمرة من ولادي تضيع مني، ومن بعدها توالت الكوارث والصدمات. تعالوا أحكي لكم حكايتي من البداية. اسمي ابتهال وعندي 47 سنة، جميلة وأصغر من سني بشهادة الكل، وأم ال4. بنتي لبنى أكبرهم عندها 25 سنة، وبنتين غيرها، قمر 22 وأسماء 18، ومروان آخر العنقود عنده 15 سنة. جوزي أنور الله يرحمه مات من 10 سنين وسابهم لي، أكبرهم عندها 15 سنين وأصغرهم 5 سنين، عيال صغيرة ولسه قدامهم مشوار طويل من الدراسة والتعب. ومن يومها لقيتني أم وأب ليهم،
وكان لازم أشتغل عشان أقدر أصرف عليهم. فأخدت رأي أخويا ناصر اللي من يوم وفاة جوزي وهو واقف لي زي اللقمة في الزور، وعامل عليا وعلى ولادي راجل بالكلام وبس مش بالفعل، واللي أول ما قلت له إني لازم أشتغل حتى لو هنضف بيوت أو أمسح سلالم عشان أعرف أربي بناتي وما استناش الصدقة من حد، وبدل ما يقول لي خليكي ببيتك معززة مكرمة وأنا هتكفل ببناتك، وخصوصا إن ربنا فارجها عليه من وسع، لكن وقف قدامي وقال لي بتحذير: بصي يا ابتهال يا أختي، الشغل مش عيب، بس لو هتشتغلي تنزلي الشارع وتقفي قدام الكل تبيع وتشتري بشرفك وعلى عينك يا تاجر، إنما شغل التنظيف ومسح السلالم وتروحي بيوت ويتقفل عليكي ببانها والناس تشك في اللي بيحصل وراها وتجيبيلي العار، لا يا حبيبتي، يا كده يا تقعدي في بيتك مع بناتك وتعيشي باللي بيبعتهولك ربنا من الرزق. وافقت على كلامه مضطرة عشان أعرف أنزل أشتغل، ونزلت الشارع وفضلت كده من شغلانة لشغلانة ومن محل لمحل، وفي مشاكل ملهاش أول من آخر، والمرتب ما كانش بيكفينا 10 أيام في الشهر، وباقي الشهر كنت بستلف من طوب الأرض عشان أكمله، ومن ضمنهم أخويا اللي كان بيوقفني قدامه كأني شحاتة ويفضل يحاسبني ويقول لي: هتجيبي إيه بالفلوس؟ وهتشتري إيه؟ وإيه لازمة وإيه ملوش لازمة؟ وهاتي ده وما تجيبيش ده. وفي الآخر يا يديني يا يتهرب مني. كانت الأيام بتعدي عليا وعلى بناتي تقيلة قوي وكلها حرمان، لغاية ما ظهر في حياتي عمار، كان صاحب مطعم في نفس الشارع اللي بشتغل فيه، ومن أول يوم شافني فيه وأنا معدية من قدام المطعم وهو حطني في دماغه. كان بيعاكس وطول الوقت معاكسة وتلميح، وبقى يجي بوتيك الملابس اللي بشتغل فيه ويشتري لمراته وبناته بالألوفات عشان بس يشوفني ويتكلم معايا، وطبعا يلفت نظري بفلوسه وبزغه. وكان بيبعت من المطعم بتاعه كل يوم وجبة أكل لكل البنات اللي في البوتيك وأنا من ضمنهم، بس أنا وجبتي كانت بتبقى دبل ومميزة عنهم كلهم، وكنت باخدها البيت أكلها أنا والولاد، والكل كان واخد باله، والكل بيقولي بهزار: احنا شبعنا من وراكي يا ابتهال، ربنا يديم عليكي جمالك. لغاية ما في يوم مسكتني واحدة من اللي شغالين معايا في البوتيك اسمها سحر، ولقيتها بتقولي: بقولك ايه يا ابتهال، أنا شايفة إن عمار عينه منك وشاري ومستواه عالي على الآخر وطالب الود بأي طريقة، وانت يا بنت مصدره له الوش الخشب، ما تليني وتبلي ريق الراجل الغلبان وترضي عليه. رديت عليها بغضب وقلت لها: لا طبعا، أنا مش بفكر إن ارتبط ولا اتجوز بعد المرحوم بأي حد، أنا مقررة إن أعيش لولادي ومش هدخل عليهم راجل غريب. ردت عليا بهمس كأنها بتديني سر السعادة، السر اللي مش هينفع حد يسمعه، ولقيتها بتقولي: ومين يا هبلة جاب سيرة ارتباط ولا جواز، ولا قال إنك هتدخليه حياتك بصفة رسمية؟ الراجل لو جاي في رسميات كان دخل البيت من بابه على طول، ولا كلف ولا دار ولا حرجم حواليكي زي الثعلب المكار اللي مستني أي فرصة. اللي زي ده يا ابتهال مش بيكون عايز أكتر من شوية دلع وواحدة يفك معاها بعيدة عن بيته ومراته وفي السر. وصدقيني النوع ده بيدفع دم قلبه في شوية حنان ودلع وضحكتين. خليكي ناصحة يا بت، ربنا بعتلك رزق، اعتبريها وظيفة هتشتغلي فيها بياعة كلام، شغلانة مش عايزة أي رأس مال غير الجمال والقبول ولسان حلو، ودول ربنا مدهملك، والمكسب كله هيبقى ليكي وبتاعك لوحدك ومحدش هيقاسمك فيه. وكل ما لسانك يقول كلام أكتر هتكسبي أكتر وأكتر، وهتعيشي وتعيشي ولادك بدل عيشة الفقر والذل اللي انتي وهم فيها. رديت عليها بتوهان وقلت لها: طيب وعذاب ربنا هعمل فيه ايه؟ ردت عليا بنبرة شيطان عنده فن الإقناع وقالت: وهو انت هتعملي ايه عشان ربنا يعذبك عليه؟ دول شوية كلام في الهوا، ووقت ما الموضوع يدخل في الجد مع واحد ويتطور اهربي وشوفي اللي بعده، بس بعد ما تكوني غرفتي من جيبه لما شبعتي.
فكري ودوريها في دماغك، ولو عندك عقل تنتهزي الفرصة. ولادك محتاجين، وانتي مش أول ولا آخر واحدة تعمل كده. واللي هتعمليه يا حبيبتي أخف ذنب بيتعمل الأيام دي. خلصت كلامها ومشيت وسابتني محتارة. واللي زود حيرتي عامر اللي النهاردة بعتلي علبة حلويات من أفخر الأنواع وكارت مكتوب عليه الحلو للحلو، وعرابين المحبة عندنا كتير وما بتخلص، وحاطط في الكارت رقم تليفونه الخاص. وكأن النهاردة كل حاجة متحالفة مع بعضها عشان تلعب في دماغي. رجعت البيت لولادي بالحلويات ودماغي متبرجلة من كتر التفكير. وبعد ساعات طويلة أخدت فيها واديت مع نفسي، مسكت الكارت واتصلت على عامر. وأول ما سمعت صوته في التليفون ارتبكت وقفلت السكة فورا. وما عدوش ثواني ملحقتش حتى استوعب فيهم اللي عملته، لقيته بيتصل بيا. فتحت عليه ودقت قلبي، حاسة ان الجيران سامعينها من كتر خوفي. ما هو طبيعي أول مرة في كل حاجة بتكون ليها رهبة. وأول ما فتحت لقيته بيقولي بنبرة ناعمة: قفلتي ليه يا ابتهال؟ انتي مش عارفة أنا مستني مكالمتك دي بقالي قد ايه؟ طولت عليا قوي وتعبتيني، بس تعبك راحة يا ست البنات، وكله في عيونك الحلوين. سألته باستغراب وقلت له: عرفت إن أنا منين؟ رد عليا بثقة وقال: قلب المحب دليله. سيبك انت من الأسئلة وخلينا في اللحظة الحلوة دي. رقمك نور تليفوني، وأتمنى إنك تنوري حياتي كلها بقربك، مش بس تليفوني. رديت عليه بكلام مختصر وبسيط، وهو اكتفى بهذا القدر أول مرة وما ضغطش عليا، وكان واضح وصريح من البداية. وقال لي إن غرضه تسلية وتضييع وقت ومتعه بس، لا ليه في جواز ولا ارتباط. وده هو بالظبط عز طلبي. وابتدينا نتعرف على بعض، بس على الطباع، ولا على حياتنا الخاصة ولا ولادنا ولا بيوتنا. ومن ساعتها وبدأت علاقتنا. أولها كانت مجرد مكالمات تليفونية، وبعدها مقابلات في أماكن عامة أو مشاوير بعربيته، أسمعه كل الكلام المعسول اللي أي راجل بيحب يسمعه، وهو في المقابل مغرقني هدايا وفلوس وأكل لولادي وهدوء. لغاية ما شاف إن علاقتنا لازم تتنقل للليفل الأعلى، لمرحلة المقابلة في شقة أو خلوة. لقيتني برفض رفض قاطع، وفي اللحظة المناسبة عرفت أخلع منه. في البداية رفض، لكن أنا هددته إني هفضحه عند مراته بصوره اللي متصورها معايا ومكالماتنا مع بعض اللي مسجلاها. فبعد عني من غير تردد. واكتشفت بعد كل ده إن الطريقة دي عمرها ما بتفشل في إنها تنهي أي علاقة مع أي راجل، تنهيها وبمنتهى السهولة. أهم حاجة يكون متجوز وبيخاف على بيته. وحطيتها قاعدة ليا أمشي عليها بعد كده. ودي كانت تجربتي الأولى اللي نجحت فيها بامتياز. ومن بعدها فضلت من راجل لراجل أسليهم ويضيعوا وقت معايا على التليفون ويصرفوا عليا. ومع الوقت بقيت بعرف أختارهم كويس، وأقدر أميز مين فيهم اللي هعرف أخد منه حاجة، ومين اللي جايلي هربان من ديونه وهمومه فببعد عنه. وبقت الدنيا ماشية زي الفل، وظروفنا اتحسنت. أخويا شايف الخير عندي بس ما بيسألش منين، لأني طول النهار واقفة في البوتيك قدام عينه، وبالليل بدخل شقتي واقف الباب عليا وبرضه قدام عينه، وما بخرجش من غير إذنه. وطول ما أنا قصاد عينه أنا كده في السليم. وما يعرفش إن الواحدة دلوقتي تقدر تلف العالم كله وهي في أوضتها، وهي مقفول عليها 1000 باب. وعدت السنين والعيال ابتدت تكبر، ومعهم كان بيكبر خوفي عليهم، خوفي من إن اتفضح واحد من اللي بمشي معاهم يفتي سري، وساعتها هخسر ولادي اللي بعمل كل ده عشانهم، وهم هيخسروا مستقبلهم وسط مجتمع الإنسان فيه عبارة عن سمعة قبل أي حاجة تانية. فقررت إن أبطل اللي بعمله، وخصوصاً إن عديت بولادي البر الأمان، ولبنى خلاص في آخر سنة في الكلية، وساعتها هتتخرج وتشتغل وتساعدني. ولحد ما ده يحصل أنا مأمنة نفسي بمبلغ محترم يسترنا لغاية ما تتخرج. وابني مروان في الأجازات بيشتغل ويساعد في البيت هو كمان. غيرت مكان شغلي وسكني، وكسرت كل خطوطي وغيرتها،
واختفيت عن أي حد من الناس اللي كنت أعرفهم وكانوا عارفين أنا بعمل إيه، واستقريت بولادي في مكاني الجديد وحياتنا الجديدة. واتخرجت لبنى واشتغلت، ومرتبها البسيط شال مصاريفها على الأقل من فوق كتافي، وبقت تساعد معايا في البيت بحاجات بسيطة، تشحن باقة الإنترنت مثلا، تدفع إيصال النور، وكنت بحسسها إن دي مساعدة كبيرة قوي منها. لغاية اليوم اللي رجعت فيه من الشغل وفاجأتني إن في عريس عايز يجي يتقدم لها، زميلها في الشغل. كانت متحمسة وبتتكلم عنه كأنه فارس أحلامها، الفارس اللي فيه كل المواصفات اللي بتتمناها، وإنه الإنسان الوحيد المناسب ليها على كوكب الأرض. حبها ليه كان واضح، وفرحتها اتنقلت للبيت كله كأنها عدوى، وبقينا كلنا حماس وفرحة ليها وعشانها. ونضفنا البيت وفرشناه وكلنا إيدينا بإيدين بعض، إحنا الخمسة، وجهزنا الضيافة. وتاني يوم لبسنا أشيك حاجة عند كل واحد فينا، واستنينا العريس وأهله، واللي من أول ما فتحت لهم باب الشقة فضلت متسمرة مكاني، مش عارفة أنطق ولا أتكلم. الولد سلم عليا ودخل من بعده أبوه معاهم 2 ستات، عرفت بعدين إنهم أخته وعمته. أبوه اللي من أول ما دخل من باب الشقة وشافني وقف مكانه، وعينيه وقفوا عليا وكأنه لقى حاجة كانت ضايعة منه من سنين. أما أنا فأول ما عيني جت في عينه عرفت اللي أنا كنت خايفة منه وهربت بسببه، وهو بيحصل. هو أنا حظي حب يلعبني بخبز، فجاب الولد ده بالذات هو وأبوه لحد بيتي. دخلوا وقعدت أنا والبنات ومروان وأخويا ناصر معاهم، ولبنى جابت الضيافة وسلمت عليهم وقعدت معانا. وابتدى العريس يتكلم، طلب إيديها وابتدى يتكلم في التفاصيل، وأبوه ساكت خالص ما بيتكلمش. نظراته ليا ما كانتش مريحة وده كان واضح، وحتى ابنه وابني وناصر أخويا لاحظوا ده، ومحمد العريس كل شوية يلفت نظر أبوه. خلصت القعدة والكل اتكلم، وهو لو ما كانش اتكلم مع ابنه كلمتين كنت قلت إنه بقى أخرس. ده يبقى خالد، واحد من ضمن الرجالة اللي عرفتهم، كان مختلف عنهم، وعشان كده افتكرته من أول ما شفته. الوحيد اللي بعدي عنه كان صعب لأنه كان عنيد وما بيتهددش، وخصوصاً إن في بداية تعارفنا عرفت منه إن مراته مريضة وبعدها بفترة ماتت، وبكده خسرت الورقة الرابحة اللي كنت براهن بيها عليه، أو كنت براهن بيها في إنهاء أي علاقة. والموضوع تطلب مني كذا بلاغ في الاسم، وخدت عليه تعهد بعدم التعرض في مباحث الإنترنت عشان يبعد عني. وهو كل اللي كان طالع عليه نتقابل في الشقة مرة واحدة بس، وبعدها هبعد عنك ومش هتلمحي وشي تاني. كان عنده إصرار غريب، وطبعا أنا رفضت وأصريت أكتر منه، وهو فضل يحاول باللين وبالقوة وبالمحاولة والتهديد، لكن ما لقاش مني أي استجابة لأي وسيلة ولا أي حل، واستسلم وحل عني. لكن بعد ما طلع روحي، وهو النهاردة دخل حياتي مرة تانية ومن الباب، وبصفة ما أقدرش أتخلص من وجوده في حياتي بعدها، ده لو تمت الجوازة يعني، لأن توقع بنسبة 90% إنه مش هيوافق إن ابنه يتجوز بنتي، وخصوصاً في الفترة الأخيرة كان بيشتمني وبينعتني بأقذر الألفاظ. خلصت القعدة، وأخويا ناصر قال لهم إن هيسأل عنهم ويفكر وياخد رأي البنت ويرد عليهم، ومشيوا. وخالد عينيه لآخر لحظة عليا، وجواه عند وعيد ما كانش محتاج مجهود عشان يتفهم. قد إيه اتمنيت لو كان محمد عريس عادي كنت رفضته في نفس القعدة بأي حجة، بس للأسف ده الإنسان اللي بنتي حبته، وللأمانة الولد مفهوش غلطة. جه عليا الليل وأنا قاعدة في سريري وبفكر يا ترى إيه اللي هيحصل دلوقتي، ولقيت تليفوني رن برقم غريب. فتحت واستنيت على الخط التاني عشان يتكلم، لأن رقمي ده محدش يعرفه غير ولادي ومعارفي المقربين جدا. واتصدمت بصوته وبحيته المميزة وهو بيقول لي: صحيح، رب صدفة خير من 1000 معاد. ازيك يا تولة، عاش من شافك، شفت الدنيا صغيرة ازاي والحياة تلاقي. رديت عليه بجدية وقلت له: خالد، انت جبت رقمي منين؟ رد عليا بنبرة كلها خبث ولقم وقال لي: لا، دي سهلة خالص، ما تشغليش نفسك انت بالتفاهات دي، قوليلي انت بس،
بتعملي إيه مخليكي كل ما بتكبري بتحلوي أكتر من الأول؟ رديت عليه بجدية وقلت له بقولك إيه، ادخل في الموضوع على طول. أنت أكيد طبعا رافض ارتباط ابنك ببنتي، وكان ممكن تخلي ابنك هو اللي يبلغها الكلام ده، ومفيش داعي لاتصالك وحواراتك دي. رد عليا بضحكة صفرة وقال ومين قالك إني رافض يا تولة؟ بالعكس، ده أنا موافق، وموافق جدا كمان. إيه المانع إن ابني ياخد البنت مادام عجباه، وأنا أكون مع أمها اللي عارفة كويس إنها عجباني، وفضلت سنين حزة في نفسي وهموت عليها، ومن كتر ما تمنيتها ربنا جمعني بيها بعد العمر ده كله. رديت عليه بصرامة وقلت له ده في أحلامك. أنا هقول للبنت إنك بلغتني بالرفض، أو قول لابنك أي سبب ارفض عشانه بنتي، وخليه هو يبلغها أفضل، واعتبر الموضوع كأنه لم يكن. رد عليا بزعيق وقال لا معلش، المرة دي بقى مش بمزاجك، بمزاجي أنا، ومش هقول للولد حاجة وهقول له إني موافق، وهنعمل قراية الفاتحة وهدخل بيتك في أي وقت وبأي حجة كمان، وهتسمعي كلامي وهتنفذي كل أوامري، وهاخد منك اللي أنا عايزه. يا كده يا إما هفضحك قدام عيالك، وكل حاجة مخبياها عنهم هعرفها لهم، وهخليهم يعرفوا حقيقة أمهم الست المكافحة العصامية اللي ربتهم من عرق لسانها ودلعها وكلام انصاص الليالي المدهون بزبدة. رديت عليه بعد ما بلعت ريقي بخوف وقلت له وهتستفيد إيه لما تعمل كده؟ ثم إنك لسه بعد العمر ده كله على نفس النغمة، لسه ما عقلتش ولا تبت لربنا؟ يا سيدي لو أنت ما تبتش أنا تبت، ومش هعمل كده حتى لو خربت حياتي وحياة ولادي. مش هرتكب ذنب أعظم من الذنب اللي بحاول أكفر عنه بكل الطرق بسبب الخوف منك أو من غيرك. أنا دلوقتي خوفي من ربنا أكبر وأعظم، وخصوصا لما عرفت وفهمت بشاعة اللي كنت بعمله، وطول الوقت كنت فاكرة إني ما بعملش حاجة حرام. ضحك بصوت عالي ورد عليا باختصار وقال تمام، يبقى أنت اللي اخترتي أتولة. سلام يا حبيبتي، وافتكر إن كل اللي هيحصل أنت المسؤولة عنه لوحدك، وإنه ممكن ما كانش حصل لو بس تخليتي عن عندك لمدة ساعة، ساعة واحدة بس هتجنبك مشاكل أنت في غنى عنها. خلص كلامه وقفل السكة وسابني هتجنن، دماغي عمالة تنسج 1000 سيناريو من اللي هيحصل، وما لقيتش قدامي غير حل واحد، الشاي هتشعبط فيها يمكن مغرقش، ابنه. وقررت إن أروح له بنفسي وأفضح نفسي قدامه وأترجاه وأقع في عرضه، وبنتي تخسره بدل ما تفضح قدام الكل، وولادي يخسروا كل حاجة. رحت له الشركة واستنيته تحت المبنى لحد ما خرجوا كل الموظفين، كلهم خرجوا في وقت واحد. بنتي ركبت العربية اللي متعودة ترجع بيها مع صاحبتها، وهو اتحرك عشان يمشي. ندهت عليه فلف واتصدم وهو شايفني. قربت منه وقلت له محمد يا ابني، أنا عايزاك في كلمتين، بس يا ريت نقعد في مكان عشان أعرف أتكلم معاك، وعايزة أفهمك الموضوع كويس. وافق وجي معايا ورحنا كافيه، حكيت له كل حاجة واعترفت له بالذنب اللي أبوه بيهددني بيه. وبعد ما سمعني الصدمة خليته مش قادر ينطق، وبصراحة عنده حق. اترجيت وحلفته بغلاوة لبنى عنده لو بيحبها ما يخليش أبوه ينفذ تهديده ليا، وطلبت منه إنه يبعد عنها بهدوء عشان الارتباط ده لا يمكن هينفع. وهو هزلي دماغه وقام حاسب ومشي، وأنا فضلت قاعدة شوية بعد منه، ورجعت بيتنا وكنت على أعصابي مستنية أشوف إيه اللي هيحصل. الولاد كلهم كانوا ملاحظين توهاني وتوتري وبيسألوني مالك، وأنا أقول لهم مصدعة وتعبانة. لغاية تاني يوم رجعت لبنى من الشغل ووشها وملامحها مش متفسرة من الحزن، وقفت قدامي واتنهدت بقهر وقالت لي محمد قال لي كل شيء اسمه نصيب. ما سألتهاش عن السبب، وأنا شايفة في عيونها بحور لوم وعتاب ليا. فهمت منهم إن محمد قال لها كل حاجة، ما لومتش عليه، وقلت يمكن برر لها رفضه أو موقفه عشان ما يطلعش ندل في عينيها، بس كمان قدر يمنع أبوه من إنه يفضحني عند باقي ولادي.
وبعدوا بهدوء وصفحتهم اتقفلت، أو خليني أقول صفحتهم اتقلبت. ويا عالم الكتاب هيفتح على صفحة مين تاني من الصفحات اللي طوتها بكل تفاصيلها، ورجعت الصدف تفتحها وتقلب عليا المواجع. ومن اليوم ده ولبنى ساكتة واخدة جنبي مني وحتى من إخواتها، وشكلها بيقول إنها شايلة شيلة كبيرة، وملامحها الحزينة المكسورة دايما بقيت أشوفها، وبقى اللي يشوفها يديها أكبر من سنها. وفي كل مرة تتقابل عيونها بعيوني أحسها بتقولي ليه عملتي فيا كده. ومن يومها وهي بترفض أي عريس بيجيلها، وشبه انعزلت عن العالم كله. وخسرت لبنى، وأديني خسرت أسماء هي كمان من اليوم اللي سمعتها فيه، وبقت بتتصرف بجراءة وبدون خوف، وكأنها بنت شوارع أو بنت ليل. لبسها بقى قصير وضيق، وعلى طول حاطة ميك اب كامل وما يعرف الكلام مع أي حد، وزي ما تكون صدقت إني كشفتها عشان اللعب يكون على عينك يا تاجر، وما بقتش قادرة ولا عارفة أمنعها عن اللي بتعمله. وحتى خالها مش قادر عليها ولا مقصر فيها كلام إخواتها. والنهاردة أنا كتبت قصتي، وحابة أوجه من خلالها رسالة لكل أم وكل أب، وأنا واقفة فوق أنقاض حياتي وحياة بناتي الاتنين، واللي هدمهم قرار غلط أخدته في وقت احتياج. ضعفت ونسيت إن الأزمات كلها اختبارات من ربنا لينا، وإن فرجه بيكون قريب، بس إحنا اللي ما بنصبرش وبنجري على المعصية بحجة إن البيبان متقفلة في وشنا، وبننسى إن باب ربنا عمره ما بيتقفل، بس لازم نفضل نخبط عليه بإصرار وإلحاح، وعلى قد ثقتنا في كرم ربنا ورحمته بيدينا. ومادام كبرنا وخلفنا وبقينا مسؤولين عن أرواح، لازم نتقي ربنا فيهم وفي نفسنا قبل منهم، ونفكر مليون مرة قبل ما نعمل أي غلطة، ونبص نظرة على المستقبل، عشان العمر مش بس بالوقت الحالي. ونحط في الحسبان دايما إن مش بس الفلوس اللي أولادنا بيورثوها مننا ولا الطباع، لا، ده كمان الندب بيتورث، والعار بيتورث، والغلط هو كمان بيتورث، واللي ولادنا بيشوفوه مننا بيقلدوه بالملي من غير تفكير. عشان كده احنا قدوتهم الأكبر، وهم مراية لأفعالنا وأخلاقنا. وما تستهونوش بذنب ممكن نشوفه بسيط وهو عند ربنا عظيم واحنا مش مدركين، وفي الوقت اللي فاكرين نفسنا فايزين بتكون خسارتنا كبيرة، بس لسه ما استوعبناش أو ما اكتشفناش.